استاذ حسام السويفي، سجلنا مع حضرتك قبل كده الصحفي بجريده الوفد المعروف، سجلنا قبل كده على الحرب الكيماويه بتاعت محمد محمود، والنهارده اعتصام مجلس الوزراء تعرض لحاله تسمم، ما الربط بينهما؟ يعني الربط واضح جدا طبعا. المشير طنطاوي عندما قام بحرب كيماويه في شارع محمد محمود ضد المتظاهرين منذ اندلاع احداث 19 نوفمبر الماضي، اراد ان يكمل حربه الكيماويه، اراد ان يقتل شعبه، وهو ليس شعبه لانه ليس منا اصلا. المشير طنطاوي لا يمثل الشعب المصري على الاطلاق، هو فقط عميل للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. المشير طنطاوي قام باليوم بارسال سيدة يعني تبلغ من العمر 55 عاما، سيدة تبدو عليها إنسانة محجبة، ملابس أنيقة، ومعها شاب يبلغ من العمر 20 عاما. جاءت إلى مقر اعتصام مجلس الوزراء للمتظاهرين، وقامت بتوزيع عليهم حوالي 200 وجبة أو أكثر قليلا، والوجبات كانت عبارة عن يعني حواوشي وهكذا. المعتصمين بحسن نيتهم يعني المعتاده، احنا معتادين ان احنا ناكل مع بعض ونوزع، انا لما اجيب حاجه بقسمها مع زميلي. خدوا الوجبات وكلوها، حصل بعد كده حاله تسمم لاكثر من، هم بيقولوا عشرات، احنا مش متاكدين من الرقم لغايه دلوقتي، يعني نقول 100 حاله على اقل تقدير. ويقال كمان ان في حاله قد توفت، يدعى محمد حسن 19 سنه من التراس الاهلي، قيل ان هو توفى منذ نصف ساعه من الان بسبب طبعا حاله التسمم. اعتقد ان الرساله واضحه من المشير طنطاوي والمجلس العسكري ومجلس الوزراء والمجلس الاستشاري المزيف. اعتقد الرساله واضحه انهم يريدون فض الاعتصام، بالقوه، وفعلا قد صدق وعد كمال الجنزوري، هذا رئيس الوزراء كبير، رئيس وزراء الفلول، رئيس الوزراء التابع لحسني مبارك، الذي قال لن افض الاعتصام بالقوه، قد صدق وعده بالفعل، ولكنه فضل الاعتصام بالتسمم. ولكن احب ان اقول لرئيس الوزراء لن تفض الاعتصام، لو مات الالاف مش هتفض الاعتصام، لو مات ملايين من الشعب المصري مش هتفض الاعتصام. المشير طنطاوي بالمناسبه وصلتني معلومات انه قال بالحرف الواحد انه لو حدثت ثوره ثانيه سوف يقتل مليون من الشعب المصري. اقول لك يا ايها المشير العميل، لن يهددنا قتل 5 مليون مصري ولا 10 مليون مصري، وسوف ترحل، سوف ترحل، لأنك بالفعل أثبت أن ولاءك لمبارك، أن ولاءك للذي جاء بك وزيرا للدفاع، وليس ولاءك للثورة. حالات التسمم اليوم سوف تكون الشرارة الأولى لاندلاع الثورة الحقيقية للإطاحة بالمشير وبمجلسه العسكري وبمجلس مجلس وزرائه وبالمجلس الاستشاري. جاء بمن في المجلس الاستشاري؟ جميع من جاء بهم في المجلس الاستشاري لا يمثلون الشعب المصري ولا يمثلون الثورة أصلا، هم مجموعة من المرتزقة، مجموعة من المنتفعة الذين يريدون ركوب الثورة على حساب جثث الشهداء. مات في محمد محمود، وأؤكد الرقم الذي أعلنه الدكتور أحمد معتز أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني، قال بالحرف الواحد، وقد نشرنا ذلك في بوابة الوفد الإلكترونية، أن عدد شهداء شارع محمد محمود منذ اندلاع احداث 19 نوفمبر الماضي وصل الى 1004 شهيد، وليس 48 كما ادعت وزاره الصحه الكاذبه، وكما ادعى وزير الداخليه الكاذب، وكما ادعى المشير الكاذب. عدد الشهداء 1004 شهيد، 960 جثه تم القائها في الصحراء عن طريق مجد هلال كبيره الاطباء الشرعيين بالانابه بالتعاون مع المجلس العسكري. رموها ليه في الصحراء؟ عشان الناس مضروبه بالحرب بالكيماوي، اسلحه كيماويه، الفوسفور الابيض الحي الذي استوردناه من الولايات المتحده الامريكيه منذ 8 ابريل الماضي على مدى 4 شحنات حتى 11 اكتوبر الماضي. 4 شحنات كيماويه دخلت مصر لقتل المتظاهرين، استخدمها المشير الحقير لقتل 1004 شهيد. 1004، اكرر 1004، واتحدى المشير اذا كان الرقم اقل من ذلك. 1004 شهيد، تم إلقاء 960 جثة في الصحراء ودفنهم لإخفاء جريمة استخدام الحرب الكيماوية في شارع محمد محمود. لقد نشرت ذلك. الحرب الكيماوية التي استخدمها ستكون اندلاع لثورة جديدة. التسمم الذي تسمم به النهارده المتظاهرين اليوم ستكون اندلاع لثورة جديدة. لن نخشى يا مشير، إذا قتل مليون 10 مليون سوف ترحل، سوف ترحل، سوف ترحل، لأنك عميل، لأنك لا تمثل الشعب المصري، أنت تمثل إسرائيل، أنت تمثل أمريكا، لا تمثل الشعب المصري. أتحداك أيها المشير أن تقف وتقول ماذا استخدمت في شارع محمد محمود. تدعي أنه رصاص مطاطي وأنه خرطوش، لا، لقد كانت حرب كيماوية، أسلحة كيماوية. وهناك بالمستندات دكتورة تدعى إيمان محمد ودكتورة تدعى نجوى محمد الشال بوحدة الطوارئ بالقصر العيني أكدتا وصول 36 جثة يوميا
لوحده الطوارئ بالقصر العيني على مدى 6 ايام في المعركه اللي كانت في محمد محمود. 36 جثه في 6 ايام، هيطلع لنا 240 جثه، ده في مستشفى واحده اللي هي القصر العيني. اضربه في 7 مستشفيات على مستوى الجمهوريه، على مستوى قصد القاهره فقط، اضرب 7 في 200 على الاقل يطلع لك 1400 شهيد. عشان كده انا بقول ان وزاره الصحه الكاذبه والمشير الكاذب ووزير الداخليه الكاذب والمجلس الاستشاري الكاذب الذي ادعى ان عدد الشهداء 47 فقط، هذه ادعاءات كاذبه، وسيتم فتحكم قريبا، وسيتم اندلاع الثوره قريبا، وسوف تقف يا مشير مكان حسني مبارك وبجواره، ولكن ستكون محاكمه حقيقيه وليست مزيفه كما كانت على مدى 10 شهور سابقه.